ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. النهاردة زي ما وعدتكم في فيديو الشورتز اللي كان قبل كده، جاية اتكلم معاكم عن المقشر البيل اوف او ماسك البيل اوف من انيو من ايفون، واقول لكم رأيي الصريح فيه بمنتهى الامانة، وهقول طريقة استخدامه. وكمان هكلمكم عن تأثير الرياضة على بشرتنا، وكمان هقولك ازاي في ساعة واحدة بس تهتمي ببشرتك علشان ما تتكاسليش. تمام كده. نبتدي الأول بالمقشر. المقشر الحقيقة أو الماسك الذهبي ما عجبنيش، على الرغم انه الذهب ليه تأثير كبير جدا على البشرة، لأنه هو بيساعد على إبطاء استنفاذ الكولاجين، وبيزيد من مرونة الجلد، وبيفتح لون البشرة، وبيحسن من الدورة الدموية. إلا إنه الماسك ده حسيت إن هو ما ادانيش النتيجة المرجوة، يعني اللي أنا كان نفسي إن أنا أستخدمها. ممكن لأنه يعني أنا مثلا مشاكل بشرتي مجهدة كتير، فمحتاجة مثلا حاجة أعلى، جايز. بس أنا حسيت إن هو مش قوي بالدرجة اللي أنا كنت يعني بتمناها منه. يعني أنا شفت الماسك بتاع بوبانا حلوة قوي، ماسك اللي هو المفضل بتاع بوبانا، اعمل لكم عنه يعني ماسك، اعمل لكم عنه فيديو. تمام. في كمان الماسك بتاع ماي واي اللي زيه بتاع الدهب، كان برضو حلو قوي. ده ما حبيتهوش، ما حسيتش ان هو بيديني نفس النتيجة اللي انا متوقعاها بالنسبة لسعره. يعني سعره كان برضو عالي قبل كده، هو نازل الشهر ده ب194 99 قرش، فحسيت ان هو غالي يعني. فاهمني؟ استنى لما ينزل في عرض افضل شوية. طيب ده بالنسبة لرأيي في الماسك دوت، وبالنسبة لتأثير الدهب على بشرتنا. طيب بالنسبة لتأثير الرياضة على بشرتنا، ايه هو تأثير الرياضة بقى على البشرة؟ البشرة الرياضة ليها، معلش عشان هما بره بيتكلموا فملخبطيني شوية وانا بسجل. آه الرياضة ليها تأثير كبير جدا على البشرة، لأنها بتغذي البشرة، بتجري الدموية. يعني انت لما بتتحركي وانت بتعملي رياضة، بيجري الدم في يعني في جسمك كله. تمام. فبتتجدد الخلايا، فبالتالي برضو خلايا البشرة بتتجدد. تمام كده. آه ايه تاني؟ بتزيد يعني ايه من مرونة بشرتك. طيب كمان تجدد الدم دوت بيساعد على التخلص من السموم وتنظيف مسامات الجلد المسدودة، فبالتالي بتتخلصي من الحبوب بقى، لو في حبوب، لو في أي حاجة. فاهميني؟ فالرياضة ليها دور كبير جدا، يعني بتجري كده الدموية في وشك، بيبقى وشك محمر من غير أي حاجة. يعني شوفوا احنا بنروح للدكاترة نعمل جلسات نضارة ومش عارف ايه وبتاع، الرياضة بتديكي جلسات النضارة دي بمنتهى يعني رخيصة، يعني مفيش حاجة في البيت تقدري تعمليها. تمام. ده بالنسبة للرياضة. انت بس يعني حتى لو انت مش هتقدري تعملي رياضة شديدة او تروحي جيم او اي حاجة، امشي بس حتى في البيت، المشي بس الصبح شوية كده، خصصي وقت شوية للرياضة في حياتك. تمام. طيب ده بالنسبة للرياضة. طيب انا كنت وعدتكم ان انا هعلمكم ازاي في ساعة واحدة بس، تمام، تهتمي ببشرتك. انت كل اللي انت هتعمليه نص ساعة الصبح هتغسلي وشك. تمام. وهتحطي عليه التونر بتاعك. بعد التونر تحطي السيروم، وبعدها هتحطي المرطب بتاعك، مفيش اي مشكلة خالص. وهتحطي كريم الواقي من الشمس اذا كان الكريم بتاعك مفيهوش وقاية من الشمس او كده. اوكي. كل دوت بياخد بس نص ساعة، مش اكتر ولا اقل. مش حاجة كبيرة جدا ان انت تبقي نازلة مستعجلة وعمالة تجري وعمالة تتنططي وتقولي لا ومش هقدر ومش هحط ومش عارفة ايه. كل ده ما بياخدش الا نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل، يبقى مجموع اليوم كله ساعة واحدة بس بتديها لبشرتك في يوم. 24 ساعة بتشوفي بتنامي مثلا 8 ساعات أو 6 ساعات، وبتشتغلي كام ساعة
بتعملي حاجات في بيتك كام ساعة، انت بس بتدي لبشرتك الساعة ديت لنفسك، علشان انت كل ما بتشوفي نفسك حلوة كل ما انت بتبقي سعيدة ومبسوطة، وتقدري تكملي يومك على خير، وتقدري تكملي حياتك طبعا في منتهى السعادة. ونص ساعة رياضة، مش اكتر ولا اقل من كده. يعني انا مش طالبة منك حاجة اكتر من انك تعملي نص ساعة رياضة وساعة بس لبشرتك، ويمكن كمان اقل من النص من الساعة ديت اهتمامنا ببشرتنا. آه، بس هم دول هيخلوكي سعيدة جدا. الرياضة بتسعد جدا. انا من ضمن برضو الحاجات اللي نسيت اقول لكم عليها ان الرياضة من ضمن الحاجات اللي بتسعد، فبالتالي بتبقي مبسوطة، فده بينعكس يعني من جوه، بينعكس على من بره. بس مش اكتر، مش عايزة منك اكتر من ساعة لبشرتك، تمام؟ ونص ساعة بس رياضة، تمارين خفيفة بقى، شوية حاجات كده، شوية مشي خفيف على قد ما تقدري، مش مطلوب اكتر من كده منك. وان شاء الله تقدري يعني ان انتي تبقي في حال افضل وفي حال احسن. الماسك بيجي في العلبة ديت، تمام كده؟ اوكي. ومعاه النشرة الداخلية دي، وهقرا لكم طريقة الاستعمال بتاعته. هو اصلا انت بتبقي غاسله وشك وبتحطيه غاسله وشك من الشفاه وبتحطيه عليه وبتسيبيه لحد ما ينشف، وبعدين تنزعيه او تشديه يعني. أنيو قناع لبشرة وجه بضي مشرق. أنيو قناع لبشرة وجه بضي مشرق يساعد بشرتك على أن تبدو بمظهر أكثر نعومة وإشراقا. هذه التركيبة تحتوي على الذهب، مما يساعد على تعزيز مظهر البشرة النضر ويحسن من مظهر عيوبها ليتركها بمظهر نضر ويجعلها تبدو منتعشة. طريقة الاستعمال: ضعي طبقة رقيقة على البشرة النظيفة، قشريه برفق بعد أن يجف. اشطفي البشرة للحصول على أفضل النتائج. اتبعيه باستخدام مرطب أنيو وكريم العناية بمنطقة محيط الأعين أنيو. تحذير: تفادي تلامس العينين. إذا تلامس المنتج مع العينين اشطفيه جيدا بالماء. إذا استمر تهيج العينين استشيري الطبيب. طبعا لازم تخلي بالك جدا وانت بتحطيه انه حتى ما يجيش على كفونك. بصي هو بيبقى عامل كده، ده الشكل اللي من جوه، ده شكل العبوه بعد ما بتتفتح. انا مش عارفه اطلعها لكم لان هي فضيت خلاص من عندي. اوكي. بيبقى بتلزقيه على وشك وبعد كده بتنزعيه، بيبقى وشك يعني انا لو على نفسي هديله درجة 6/10. يعني بيروقلك وشك طبعا على حسب احتياجات بشرتك. انا عن نفسي بشرتي يمكن كانت محتاجة حاجة اقوى شوية من كده، ما عجبنيش قوي، بس ما حسيتش معاه يعني بالنضارة. اديله 6/10. ما يستاهلش 194 جنيه، كتير عليه 194 جنيه يعني. يا ايفون حاولوا ان انتوا يعني ايه تقللوا شوية. ده رأيي في المنتج ورأيي في تأثير الرياضة علينا، وإن شاء الله كلكم أشوفكم في أحسن حال وفي أحسن صحة، ويا رب دايما سعداء ومبسوطين ومترطبين، ويا رب يا رب دايما كده في أحسن حال. ويا رب الفيديو يكون عجبكم تعملوا له لايك وشير، ويا رب تعملوا اشتراك في القناة، ويا رب دايما فاكريني من دعائكم. سلام يا حلوين بقى، باي باي.